ندوتنا، يبقى ندوتنا بعنوان حقوق الانسان والطفل ومراحل التحرير المختلفه، بدايه من الزعيم سعد زغلول واحمد عراب ومصطفى كامل عملوا لنا دستور عام 1903 مرورا بالدستور الحديث عام 2014. ومصر هي راعية الحقوق الإنسانية، وفي مادتين خاصين بكم، المادة 80 بالطفل ذوي السليم، والمادة 81 بالطفل ذوي الهمم، اللي هو الحق في الرعاية، في الصحة، في التعليم، في المسكن المناسب، في الاسم المناسب. طيب يبقى ندوتنا عن ايه يا سمير؟ اتفضل كده. عن حقوق عن الحس الطفل والإنسان عموما. اتفضل اهو. تمام كده. في مادتين خاصين بالاطفال، الماده ايه يا حسين؟ على حسك ماده ايه وايه؟ ماده 80 وماده 81. الماده 80 خاصه بالطفل ايه؟ خاصه بالطفل السليم. ماشي. وهي ايه الحقوق في الماده بتنص على ايه؟ الحق في التعليم، الحق في الرعايه، الحق في الاسم المناسب، الحق في الرياضه، الحق في الفن وممارسه الفن والثقافه واحترام الاخر. برافو عليك، دول حقوق. الماده 81 خاصه بايه؟ قول. الاحتياجات الخاصه او ذوي الهمم. ماشي كده؟ تمام كده. واحترام الاخر. تمام كده. يبقى يا اولاد خلاصه، اتفضل يا حسين شكرا. خلاصه ندوتنا ان الدستور المصري راعي الحقوق الانسانيه، وعرفنا الحق في التعليم، الحق في الصحه وغيرها من الاسم المناسب، وممارسه كافه العبادات وغيرها، واحترام الاخر وعدم التنمر، وتحيا مصرنا راعيه الحقوق الانسانيه. وشكرا لحضراتكم.